السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا فنانات، يا رب تكونوا جميعا بخير. كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض غلاف مصحف أو غلاف لأي كتاب عندنا. استخدمت خيط متوسط السمك، تقدروا تستخدموا خيط يارن ارت جينز أو كوتون جولد او اليزا ديفا بلس، هيكونوا مناسبين جدا وهيكونوا كويسين جدا في الشغل. انا استخدمت الخيط ده مع ابرة رقم 3. هنبتدي ازاي؟ نقول بسم الله ونبدأ مع بعض شغلنا. هنعمل عقدة بداية، هرتفع 8 سلاسل، ارتفعنا مع بعض 8 سلاسل. بقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، هرتفع 2 سلسلة، لفة على الابرة، وهدخل اعمل اول عمود بلفة داخل الدايرة. العمود الاول، العمود رقم 2. طبعا ال2 سلسلة دول انا بعتبرهم ارتفاع، مش بعتبرهم عمود خالص. كملت 6 عواميد. دي المجموعة التانية، بعمل 2 سلسلة، وبعمل المجموعة التالتة اللي هي مكونة برضو من 6 عواميد. عملت المجموعة التالتة 2 سلسلة. طبعا انا واخدة خيط البداية معايا تحت الشغل. بعمل اخر 6 عواميد في السطر الاول، انا هنا كملت 6 عواميد. المجموعة الاخيرة باخد 2 سلسلة وبقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود اشتغلتها. بتمنى تكون واضحة. ما قفلتش في ال2 سلسلة خالص، دول مجرد ارتفاع. انا هنا انهيت السطر الاول. خيط البداية اتثبت معايا كويس جدا، بشده شدة كويسة وبقص الخيط. هنبدأ مع بعض السطر التاني. ارتفاع 2 سلسلة، وفي نفس المكان بعمل اول غرزة عمود بلفة. العمود الاول، العمود التاني، ارتفعت 2 سلسلة زي ما قلت لحضراتكم، وفوق كل عمود قابلني اخدت فوقيه عمود. يعني هنا عملت اول السطر 6 سلاسل،
كده انا وصلت للفراغ الاول. هعمل 2 عمود سلسلتين 2 عمود، ودول ثابتين معانا لحد ما نوصل للعرض المطلوب لأي مقاس مصحف عندنا. هكمل الشغل عادي، كل غرزة عمود هتقابلني هاخد فوقها عمود بلفة لحد ما اوصل للزاوية، واعمل 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة. انا هنا وصلت للزاوية رقم 2، هاخد 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة. هكمل السطر بنفس الطريقة، فوق كل غرزة عمود هتقابلني هاخد فوقها غرزة عمود، ولما بوصل للزاوية باخد 2 عمود سلسلتين 2 عمود. هكمل لحد ما اوصل للجزء ده ونرجع مع بعض. انا هنا وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها عمود بلفة فوق العمود الاخير. وصلت للزاوية الاخيرة هاخد 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود في نفس المكان. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم دي ثابته معانا لحد ما نوصل للعرض المطلوب. هنقفل فين؟ هنقفل في اول غرزه عمود بلفه بالشكل ده كده. الارتفاعات انا مش بحسبها خالص. هعمل 2 سلسلة ارتفاع، وفي نفس المكان هاخد اول عمود بلفة. طبعا السطر التالت ده هيكون في زيادات في عدد العواميد، يعني انا بدأت هنا ب6 عواميد، هنا حاليا زاد من هنا 2 ومن هنا 2 يبقى 10 عواميد. ببساطة اشتغل عمود بلفة فوق كل عمود هيقابلني، ولما اجي عند الزاوية هعمل 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة. هعمل مع حضراتكم الجزء الاول من السطر، وبعدين هنكمل بنفس الطريقة، وهو تكرار للسطر السابق، وبنفضل نشتغل بنفس الطريقة لحد ما اكمل 4 سطور، وبعدين نرجع نعمل الغرزة اللي بتكون في المنتصف وعلى الأطراف. وهي سهلة جدا وبسيطة، كل الشغل معانا بعمود بلفة، وسهل التنفيذ جدا للمبتدئين. انا هنا اشتغلت زي ما قلت لحضراتكم فوق كل عمود عمود. وصلت للفراغ هعمل 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة. هنكمل بنفس طريقة الشغل اللي انا شرحتها. هكمل السطر ونرجع نقفل مع بعض، نشوف هنقفل ازاي، وهشرح لحضراتكم ازاي هنرتفع السطرين اللي جايين. انا هنا وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة. هنا في 2 عمود بلفة من التزايد اللي في السطر السابق. هشتغل فوق كل عمود عمود، العمود الاول، العمود التاني،
هنقفل السطر زي كل مرة في اول غرزة عمود اشتغلتها. طيب انا هنا كملت السطر الثالث. السطر الرابع هو تكرار للسطر الثالث. بنرتفع 2 سلسلة وبناخد غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين كل غرزة عمود بلفة بتقابلني باخد فوقها غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للزاوية. اخد 2 غرزة عمود بلفة، سلسلتين، 2 غرزة عمود بلفة، وهكذا في الجزء ده والجزء ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. وباخد في الزاوية الأخيرة دي 2 غرزة عمود بلفة، سلسلتين، 2 غرزة عمود بلفة. طبعا هنا بلاقي معايا 4 عواميد، باخد فوق كل عمود يقابلني عمود، وبعدين بقفل السطر في اول غرزة عمود. هعمل السطر الرابع بنفس طريقة الشغل اللي انا شرحتها دلوقتي، وبعدين هنرجع نشوف هنكمل السطر الخامس ازاي. انا هنا انهيت السطر الرابع. هنبدأ مع بعض السطر الخامس. برتفع 2 سلسلة، باخد لفة على الإبرة، وطبعا ده أول عمود أنا هشتغله لأني يعني بشتغل في نفس المكان عمود، تمام. لكن أنا مش هعمل كده، أنا هسيب العمود ده وهدخل في العمود اللي بعده هعمل عمود بلفة، والعمود اللي بعده برضو عمود بلفة، وبعدين باخد لفة على الإبرة بالشكل ده، وبعدين في أول غرزة أنا سبتها هدخل كده فيها واسحب الخيط من الخلف بالشكل ده كده، واعمل عمود بلفة كده بالشكل ده. شايفين انا اشتغلت ازاي؟ اتمنى تكون الغرزة واضحة معايا. لفة على الابرة، والعمود اللي عليه الدور ده انا هسيبه خالص، هدخل في العمود اللي بعده هعمل عمود بلفة، واللي بعده عمود بلفة، وبعدين باخد لفة على الابرة وادخل في الغرزة الاولى اللي انا سبتها، اسحب الخيط من الخلف بالشكل ده كده، واعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. بتمنى تكون واضحة معايا. الغرزة اللي عليها الدور انا بسيبها وبدخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، وبعدين لفة على الابرة، واول غرزة انا سبتها بدخل فيها بالشكل ده، واسحب الخيط من الخلف بالشكل ده كده، واعمل عمود بلفة، لفة واطلع من حلقتين، ولفة واطلع من حلقتين. هعمل الغرزة بتاعتي في ال3 عواميد اللي جايين، وبعدين اوصل للزاوية. شغلي هو ما اتغيرش في الزاوية. هعمل في الزاوية 2 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعدها ببدأ شغل زي ما بدأت في الجزء ده، وهبدأ معاكم لكن هخلص الجزء ده ونرجع مع بعض. انا هنا وصلت للجزء اللي بقول لحضراتكم عليه. عملت 2 عمود بلفة، سلسلتين، 2 عمود بلفة في الزاوية. طيب انا هنا عشان الغرزة تكون معايا مظبوطة هاخد لفة على الابرة وادخل في اول عمود اعمل عمود بلفة عادي، تمام. الغرزة اللي بعدها انا هسيبها وادخل في اللي بعدها على طول اعمل عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، لفة على الابرة وادخل في الغرزة اللي سبتها من الخلف، بسحب الخيط بالشكل ده وبطلع اعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هكرر
الغرزة لحد ما اوصل لهنا. طبعا لو هنا بدأنا واشتغلنا بحتاج 3 غرز علشان اعمل الغرزة بتاعتي دي. لو هنا بقى معانا غرزة او 2 بنشتغل عليها عادي عواميد بلفة، لكن على الحسبة اللي انا حسبتها ان هنا هيفيد معانا في الاخر عمود، هشتغل فوقه عمود وبعدين ادخل في الزاوية اعمل 2 عمود بلفة، سلسلتين 2 عمود بلفة، وهنا هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها هنا لحد ما اوصل لاول غرزة انا اشتغلتها ونقفل مع بعض. هخلص السطر ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا هنا قربت على نهاية السطر الخامس. طبعا العدد كان مظبوط معايا، يعني ما خدتش اي عواميد في البداية او في النهاية. كل اللي عملته ان اخدت 2 غرزة عمود بلفة، سلسلتين 2 غرزة عمود بلفة في الزاوية، وبعدين من اول غرزة انا بسيب اول غرزة وادخل في التانية اعمل عمود واللي بعدها عمود، وبعدين بعمل عمود في الغرزة الاولى من الخلف. هنعمل اخر غرزتين بعد ما اخدت هنا 2 سلسلة في الزاوية، 2 عمود، سلسلتين 2 عمود، لفة على الابرة واسيب اول غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل عمود بلفة، واللي بعدها عمود، وبعدين لفة على الابرة وبدخل في الغرزة الاولى بالشكل ده كده، واسحب الخيط من الخلف ولفة واطلع من اول حلقتين، لفة واطلع من تاني حلقتين بالشكل ده. هعمل الغرزة الاخيرة، هسيب الغرزة اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها، هعمل عمود واللي بعدها عمود، وبعدين لفة على الابرة، بدخل في الغرزة الاولى اللي انا سبتها كده، اسحب الخيط من الخلف واخرج كده لفة واطلع من اول حلقتين، معايا حلقتين، لفة واطلع من تاني حلقتين. هندخل فين؟ هندخل هنا في الجزء ده، اول عمود يقابلني بعد السلسلتين على طول هدخل اعمل منزلقة، وبكده انا انهيت السطر ده. كل اللي عليا دلوقتي وهعمله هرتفع 2 سلسلة وفي نفس المكان عمود بلفة، وهرجع اكرر شغلي في السطور الاولى اللي هو كل ما يقابلني غرزة هعمل فوقيها غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للزاوية، اعمل 2 عمود، سلسلتين 2 عمود. يعني هنا السطر ده كله هيكون تكرار للسطر الثالث والرابع. كل غرزة هتقابلني هاخد فوقيها غرزة عمود بلفة، بنفس الطريقة اللي انا شرحتها هشتغل لحد ما اوصل للزاوية، اعمل 2 عمود، سلسلتين 2 عمود، وهكذا في الجزء ده والجزء ده، وهكذا لحد ما اوصل للزاوية دي الاخيرة هعمل فيها 2 عمود، سلسلتين 2 عمود، وبعدها كل غرزة هتقابلني من الجزء ده هاخد فوقيها غرزة عمود بلفة، وبعدين بقفل السطر في اول غرزة عمود انا بعملها. هكمل شغلي بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل للعرض المطلوب الخاص بالمصحف بتاعي. عامله المقاس على المصحف ده مش صغير، ده مقاس اللي بعد المصحف الصغير على طول. هوريكم الجزء اللي انا عاملاه ده، طبعا الجزء الاول اللي انا عاملاه هنشرح مع بعض. انا هنا ده جزء الغرزة اللي انا لسه شرحاها، وبعدها برتفع بالاسطر لحد ما بوصل للعرض المطلوب.
طبعا حضرتك هتقيسي الوحدة على اساس المصحف اللي انت هتعملي له والمقاس اللي انت هتعمليه، سواء قد اللي بعمله ده او اكبر منه او اصغر منه يعني. وطبعا بيختلف نوع الخيط من نوع لاخر. انا استخدمت في نوع تاني خيط كوتون جولد كان مقاس اصغر من ده، فطبعا عدد السطور هيختلف معانا، لكن القاعدة واحدة ان احنا بنفضل نشتغل الوحدة المربعة دي لحد ما يوصل المقاس للعرض المطلوب الخاص بالمصحف. يعني انا هفضل شغالة بالوحدة لحد ما اوصل للعرض ده، وبعدين بوقف شغل، بقص الخيط، وبنرجع نعمل الجزء ده طبعا الخاص بالطول علشان نظبط الطول من الجزء ده ومن الجزء ده. تمام. انا هنا هشتغل على المقاس اللي انا بعمله ونوع الخيط اللي انا شغالة بيه. بعد الغرزة اللي عملتها اشتغلت سطر 2 3 4، يعني هنا اشتغلت 4 سطور، وبعدين قصيت الخيط. طبعا انا هكمل شغلي بره عن الكاميرا، وبعدين هنرجع نشوف الجزء ده هنعمله ازاي. وطبعا انا كده شرحت لكم كل حاجة خاصة بالمقاسات وازاي نقدر نظبط المقاس المطلوب لأي مصحف مهما كان حجمه. هنشتغل بنفس الطريقة. هخلص شغلي في الجزئية دي وبعدين نرجع نشوف الجزء الجديد. انا هنا وصلت للجزء ده، وده كان العرض المطلوب للمصحف اللي انا بشتغل المقاس بتاعه. واخر حاجة اشتغلتها هنا عمود بلفة، ما عملتش منزلقة، انا طلعت من العمود خالص وهدخل في الجزء ده كده. هقلب الشغل وادخل من ورا تحت الحلقتين في العمود، اسحب الخيط كده بالشكل ده، وبعدين بسحب الخيط من تحت الجزء ده في العمود اللي قبله علشان اكون حرف في، ما يكونش فيه اي شكل للقفلة خالص. بتمنى يكون واضح. بسحب الخيط من الجزء ده كده، وبكده اتكون عندنا حرف في الجزء ده، مش غرزة منزلقة خالص، علشان لما نيجي نعمل شغلنا هنا مش يكون فيه اي اختلاف في الغرز او في عدد الغرز. تمام كده انا قفلت السطر ده. اللي هعمله دلوقتي هعمل الجزء اللي في الاعلى. بجيب الخيط وفي الزاوية هنا بدخل هسحب الخيط بتاعي، بعمل سلسلة تثبيت و2 ارتفاع، لف على الابرة وادخل في الزاوية اعمل اول غرزة عمود بالشكل ده، وبعدين ببتدي اعمل الغرزة بتاعتي زي اللي في الجزء ده هنا. بسيب اول غرزة وادخل في اللي بعدها على طول، اعمل غرزة عمود بلفة، والعمود اللي بعدها عمود بلفة، وبعدها باخد لفة على الابرة. في اول غرزة انا سبتها بدخل فيها بالشكل ده كده، واسحب الخيط من الخلف واعمل عمود. الغرزة بتاعتنا العادية اللي احنا عملناها وسط شغلنا اللي هو بالعواميد. تمام. معايا خيط البداية هاخده معايا تحت الغرز، بعدها على طول بسيب اول غرزة تقابلني، بدخل في اللي بعدها بعمل غرزة عمود بلفة، وبعدها غرزة عمود بلفة، وبعدها لفة على الإبرة، وبدخل في أول غرزة عمود. طبعا وارد ان حضراتكم تشتغلوا بخيط غير اللي انا مستعملاه خالص،
ويكون عندكم العدد غير اللي عندي خالص، وطبعا ممكن يكون المقاس كمان مختلف. فالغرزة بتاعتنا احنا بنظبطها على حسب العدد اللي عندنا. ممكن مثلا نبدأ من اول السطر، ممكن نعمل من هنا عمودين ومن هنا عمودين، ممكن نبدأ من هنا عمود ومن هنا عمود، بحيث انها تكون في المنتصف وتكون متناسقة الشكل. تمام، انا بدي الفكرة وحضراتكم بتنفذوا على حسب العدد الموجود عندكم. انا هنا هعمل الغرزة بنفس الطريقة زي ما شرحناها هنا، شرحتها في اول غرزتين. هشتغل بنفس الطريقة هنا لحد الاخر، وزي ما بدأت هنا بعمود بلفة في الزاوية هنهي هنا السطر بعمود بلفة في الزاوية. انا هكمل الجزء ده وهرجع معاكم نشوف هنرتفع ازاي ونبتدي السطر اللي بعده ازاي، وهنكمل شغلنا لحد ما نوصل للطول المطلوب. وبعدين احنا هنا بنعمل جزء وفي الاخر هنعمل جزء. وهنا نفرض ان المقاس مثلا هنا 24 سنتي، انا هنا عملت الطول 24 سنتي، يعني هنا طول المصحف 24 سنتي، فانا بشتغل على اساس ده. طبعا الجزء اللي انا اشتغلته ده 16 سنتي، الجزء ده من هنا لهنا 16 سنتي، يبقى كده ناقصني اني انا هشتغل 4 سنتي من فوق و4 سنتي من تحت، علشان الوحدة دي بتكون في المنتصف. يعني لو قسنا مع بعض بالشكل ده هنلاقي ان زي ما قلت لحضراتكم هنا 16 سنتي، وان المصحف اللي معايا 24 سنتي بالشكل ده، 24 سنتي في 16 سنتي. طبعا احنا بنظبط امورنا في المقاسات على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه. فطبعا هنا انا اكتفيت بالجزء ده في العرض، لان كمان في غرز حشو هتبقى على الاطراف، فاحنا عايزين المقاس يكون مظبوط شويه، وبنعمل حساب ان الخيط ممكن يدي وسع شويه. فطبعا انا هنا هشتغل بالغرزه لحد هنا، وبعدها هرتفع هنا 4 سنتي، ومن الجزء الخلفي الجزء التاني مقابل ليه 4 سنتي. فهكمل السطر للاخر، نرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي. انا هنا وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة معايا كانت عمود بلفة. هنا برتفع 2 سلسلة وبلف الشغل. في اول غرزة بعمل غرزة عمود بلفة. طبعا اتفقنا ان اي ارتفاعات معانا ما بتتحسبش عواميد خالص، وفوق كل غرزة هتقابلني هعمل عمود بلفة. وعلشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو ويكون كبير جدا زيادة عن اللازم، انا بمنتهى البساطة هشرح لكم ازاي نكمل. هنا هناخد طول السطر ده عمود بلفة، يعني السطر اللي جاي ده كله عمود بلفة لحد ما بنوصل هنا لأول عمود بلفة عملناه، بنعمل فوقه عمود بلفة وبنرتفع سلسلتين وبنشتغل السطر اللي بعده برضو عمود بلفة. تمام. طبعا انا هنا زي ما قلت لحضراتكم شرحت انا بعمل على حسب الطول اللي عندي. الطول اللي عندي انا هعمل ليهم بالسطر ده هيكون 4 سطور تانيين، يعني انا عملت هنا سطر الغرزة وهعمل 3 سطور عمود بلفة فوق بعضيهم، بنهي الشغل وبعدين برتفع سلسلتين وفي نفس المكان بشتغل غرزة عمود بلفة، وبعدها بكمل السطر واقفله في اخر غرزة، وبعدها وهكذا برتفع سلسلتين وفي نفس المكان برضو بعمل عمود بلفة. يعني الامور بسيطة علشان ما اطولش عليكم الفيديو قوي، لان لسه في اجزاء كتير في الفيديو. فانا هكمل الجزء ده وبعدها اعمل الجزء ده وابقى خلصت الوحدة الاولى، ونرجع نشوف مع بعض هنشبك الاجزاء ازاي. انا هنا بعد ما خلصت الغرزة اللي اتفقنا ان احنا هنعملها، ارتفعت 3 سطور بغرزة العمود بلفة زي ما شرحت لحضراتكم. عملت الجزء في الاعلى وكمان الجزء اللي في الاسفل. كده انا كملت المقاس
في الطول وفي العرض. دلوقتي هعمل ايه؟ انا لسه ما قصيتش الخيط من الوحدة دي. هرتفع سلسلة، اخر حاجة اشتغلتها هنا كان اخر عمود بلفة. هرتفع سلسلة بالشكل ده والف الشغل على يعني يكون وجه الشغل اللي عندي. هعمل غرزة حشو في كل غرزة تقابلني. هعمل اطار كامل بغرزة الحشو. كل غرزة عمود بلفة هتقابلني هعمل فوقيها غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة عمود في السطر ده، وهرجع هقول لحضراتكم نكمل الجزء ده ازاي. انا هنا وصلت للغرزة الاخيرة في السطر، اخر غرزة معانا فوق اخر عمود هعمل فوقها غرزة حشو. طبعا هنا الارتفاع الخاص بالسطور اللي انا عملتها هنا 4 سطور، هاخد في كل ارتفاع 2 غرزة حشو. يعني هنا العمود الاول هاخد غرزة حشو، ونحاول ننسق الغرز بشكل يكون كويس. دي كده الغرزة رقم 3، لكن في الزاوية هنا انا هرتفع سلسلة، وبعدها هدخل اعمل غرزة حشو هنا الجزء ده بالظبط. هعمل 8 غرز حشو. ادي دي كده التالتة، الرابعة. طبعا على حسب ما انتم مرتفعين سطور هنعمل في كل سطر 2 غرزة حشو. بالشكل ده كده. اتمنى تكون واضحة معانا. هنا وصلت للزاوية وهي واضحة جدا اهي قدامنا. هاخد في الزاوية دي غرزة حشو، بعدها هيقابلني اول عمود غرز عادية جدا. كل غرزة هتقابلني هاخد فوقيها غرزة حشو لحد نعمل الدوران كله بنفس الطريقة. وهنا طبعا ارتفعت 4 سطور، فهاخد هنا 8 غرز، وبعدين بعمل سلسلة علشان ابدأ في اول غرزة في الجزء ده. برتفع هنا سلسلة واحدة في الزاوية، وبعدين ابدأ في اول غرزة هنا واخلص الجزء ده، وبرتفع غرزة هنا نفس الطريقة، وبعمل هنا 8 سلاسل وفي الزاوية غرزة حشو، وبكمل شغلي بنفس الطريقة اللي انا شرحتها. وبعدين بنرجع مع بعض نشوف هنكمل ايه. انا هنا وصلت لنهاية السطر، عملت فوق كل غرزة حشو زي ما شرحت لحضراتكم. وصلت لنهاية السطر، هدخل في اول غرزة واعمل منزلقة، وبعدين برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل على الجزء ده غرز حشو. دلوقتي احنا اللي هنعمله ايه؟ الجزء ده هنشتغل عليه غرز حشو رايح جاي، يعني بنخلص السطر كده وبعدين بنرتفع سلسلة ونبدأ سطر جديد ونقلب الشغل ونبدأ سطر جديد علشان اعمل المقاس ده اللي هو العرض ده. طبعا انا هفضل هشتغل اسطر غرزة حشو رايح جاي لحد ما اوصل للمقاس ده. طبعا اي حجم للمصحف المقاس ده اكيد هيكون ثابت او ممكن يزيد شوية، فطبعا اللي انا هشتغله غير اللي حضراتكم هتشتغلوه، فاحنا بنشتغل لحد ما نوصل للحجم ده زي ما قلت لحضراتكم.
يعني ممكن نعمل 5 سطور 4 سطور على حسب او ازيد. يعني لما اشتغلت بقطن جولد انا عملت للمصحف الصغير حوالي 7 سطور من غرزة الحشو رايح جاي. زي ما قلت لحضراتكم هنشتغل بنفس الطريقة، غرز حشو. فهكمل العرض المطلوب للجزء اللي هو هيكون هنا، وبعدين هنرجع مع بعض نشوف هنكمل شغلنا ازاي. انا هنا خلصت الارتفاع زي ما اتفقت مع حضراتكم، تقريبا اشتغلت حوالي 7 سطور، وكده الجزء الاولاني من غلاف المصحف خلص. وطبعا انا كنت عاملة الجزء الخلفي ده الجزء الامامي، وعاملة قطعة تانية من الجزء الخلفي، وبعد ما انهيت الشغل فيها اخدتها بغرزة حشو كل حوالين داير علشان لما اجي اشبك تبقى الدنيا كلها مظبوطة والفينش يطلع معانا كويس جدا. طيب انا دلوقتي هشبك الجزء ده مع الجزء ده على ظهر الشغل، هظبط القطعتين بالشكل ده كده، وبعدين ابتدي اشبك بغرز منزلقة في الحلقات المقابلة للغرز. هنشوف مع بعض ازاي. طبعا نراعي نقطة ان احنا بنشبك الشغل على الظهر، يعني ده ظهر الغلاف وده الوجه، وجه الشغل. تمام. طيب هنبدأ مع بعض. ارتفعت سلسلة واحدة واتأكد ان القطعتين على وجه على ظهر الشغل. اتأكد ان القطعتين على ظهر الشغل. هطلع كده من الغرز وبعدين ادخل تحت الحلقتين في اول حلقة واسحب الغرزة بالشكل ده كده. اول غرزة بس هنشبكها تحت الحلقتين، هندخل في نفس المكان والغرزة المقابلة ليه، وهعمل منزلقة بالشكل ده. الاول برتفع سلسلة علشان ما يكونش الشغل مشدود، وبدخل تحت الحلقتين في اول غرزتين بس، وبعدين ببدأ الشغل بغرزة منزلقة. يعني هنا دخلت في الحلقة الخلفية بالنسبة لي، وباخد الحلقة المقابلة ليها على طول. في الجزء ده كده بدخل وبعمل منزلقة، وهكذا لنهاية السطر. بدخل في الحلقات المقابلة لبعضها وبعمل غرز منزلقة، وبريح ايدي خالص علشان القطعتين ما يتشدوش معايا. شايفين انا بدخل فين؟ بتمنى تكون واضحة. هكمل لنهاية السطر بغرز المنزلقة زي ما اتفقنا، وهرجع نشوف مع بعض هنكمل ازاي. انا هنا وصلت لاخر غرزة في الجزء ده في التشبيك. كل اللي هعمله دلوقتي هرتفع غرزة حشو والف الشغل بالشكل ده علشان تكون غرزة الحشو على وش الشغل او على وجه الشغل. شايفين؟ هنبدأ مع بعض. ارتفعت سلسلة. انا هشتغل دلوقتي فوق الجزء الخاص بالارتفاع اللي في الجنب. كل مكان فيه غرزة حشو هتقابلني هاخد فيها غرزة حشو. دي اول غرزة حشو معانا، خلي بالنا منها كويس علشان هنقفل بمنزلقة فيها. بعدها نبدأ نعمل الفاصل
الفاصل اللي بيكون في منتصف الغلاف الخاص بالمصحف. كده انا عملت غرز حشو على الجزء ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وصلت للجزء ده وبظبط الغرز بتاعتي على حسب ما انا شايفة الغرز مشدودة او لا. طبعا انا مش عايزاها مشدودة خالص. هكمل غرز حشو على كل غرزة حشو تقابلني، وبعدين الف الغلاف كله بغرز الحشو من على الاطراف من على القطعتين لحد ما اوصل لاول غرزة حشو، ونرجع نكمل مع بعض ونشوف هنبدأ في شغل الفاصل. انا هنا وصلت لنهاية سطر الغرز بحشو على الاطراف، اخر غرزتين. هي دي كانت اخر غرزة في السطر، لكن انا شايفة هنا جزء فراغ، فالجزء ده انا هعمل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده علشان يكون كل حاجة مظبوطة على الاطراف. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها بالشكل ده كده. ودلوقتي انا هبتدي شغل الفاصل. طبعا خيوط البداية معايا انا واخداها تحت الشغل. اي خيوط معايا طول ما انا شغالة بنضفها اول باول علشان ما تعبش في التنظيف. شايفين حضراتكم ده وجه الشغل وده ظهر الشغل، والاتنين واحد، مفيش اي خيوط خالص لا على الظهر ولا على الوش. الفتلة دي متثبتة كويس جدا. انا هقصها هعمل ايه دلوقتي؟ انا هبتدي هرتفع بعدد من السلاسل على حسب الطول المناسب اللي انا عاوزاه للفاصل ده. طبعا الفاصل اللي بيكون في منتصف غلاف المصحف. انا هخلص السلسلة على الطول اللي هيناسبني، وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل الوردة اللي بتكون في نهاية الفاصل. هنرجع مع بعض. انا هنا عملت سلسلة بالطول اللي انا عاوزاه زي ما حضراتكم شايفين انا مطولاها حتى بعد الغلاف. بعمل حساب تانية ورق المصحف من فوق. تمام. تقدروا تعملوا الطول المناسب لحضراتكم، سواء اطول من كده او اقصر. كل اللي هعمله دلوقتي هاخد سلسلة تثبيت وهقص الشغل، لاني انا هعمل الوردة الصغيرة اللي في نهاية الفاصل بألوان كوتون جولد غير اللي انا شغالة بيها خالص. اللي انا اشتغلت بيه خيط ناكو برلانتا، ده زيه زي ديفا بلاس. الاتنين حلوين جدا ويصلحوا لنفس النوعية من الشغل ده. انا هنا وصلت لاخر جزء في الغلاف. هنعمل الجزء اللي بيكون داخله جلدة المصحف، يعني بشكل توضيحي اكتر. لو المصحف هيكون كده، احنا هنشتغل الجزء ده. تمام. انا عملت جزء وهنعمل مع بعض الجزء التاني. نجهز الخيط وعلى وجه الشغل بنيجي هنا عند اول غرزة بالشكل ده، وفي الحلقة الخلفية بسحب الخيط. بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط. هرتفع 2 سلسلة ودول مجرد ارتفاع. لفة على الابرة وبدخل في نفس المكان اعمل اول غرزة نص عمود.
بالشكل ده كده. وانا واخده خيط البدايه معايا تحت الشغل زي ما حضراتكم شايفين. الغرزه اللي بعدها برضو غرزه نص عمود في الحلقه الخلفيه، وطبعا الجزء ده بنشتغله سطور زي ما احنا حابين. انا عملت بالظبط 6 سطور علشان يكون محكم. هكمل الشغل لاخر السطر غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية ونرجع نشوف هنكمل ازاي. انا هنا وصلت لنهاية السطر. كل اللي هعمله هرتفع 2 سلسلة والف الشغل، وفي نفس المكان هعمل غرزة نص عمود. السلاسل دي مجرد ارتفاع بس، وبنفس الطريقة هاخد فوق كل غرزة نص عمود نص عمود وارتفع بالاسطر لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه. انا هنا اشتغلت في العرض ده 6 سطور زي ما حضراتكم شايفينه. هخلص الجزء ده ونرجع مع بعض. انا هنا خلصت اخر جزء، الجزء ده والجزء ده كمان. كل اللي هعمله دلوقتي حاجة واحدة بس، ودي اخر خطوة في غلاف المصحف، ان احنا هنعمل غرزة حشو على كل الاطراف بالشكل ده من وجه الشغل ان شاء الله. وطبعا الجزء ده كده هنشتغله بالشكل ده بحيث ان احنا هنوصل هنا الخيط باذن الله ونشتغل الجزء ده كله بغرز الحشو. وبعدين لما نوصل هنا الجزء ده بضمه على الجزء ده كده زي ما هو واضح معانا، وبشبك بغرز الحشو كل الاجزاء دي. تمام. هنوصل الخيط من الجزء ده كده، شايفين؟ هسحب الخيط، هعمل سلسلة ارتفاع وفي نفس المكان بعمل غرزة حشو، وكل غرزة هتقابلني هاخد فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. هشتغل بغرز الحشو على الجزء ده كله لحد ما اوصل للجزء ده ونرجع مع بعض. انا هنا وصلت بداية الجزء الداخلي. اول غرزة هسيبها كده. من الغرزة الجاية ان شاء الله هنشبك الجزئين ببعض. بدخل في الجزء ده كده وبعدها بدخل في الجزء المقابل ليه وبعمل غرزة حشو بالشكل ده، والغرزة اللي بعدها نفس الطريقة بحيث اني بشبك الجزئين ببعض، والغرزة اللي بعدها. طبعا اي خيوط معانا بناخدها وننضفها تحت الشغل اول باول. انا هنا خدت خيط البداية معايا ده بس محتاج يتقص، وهنا لو كان في اي خيوط بداية كنت اخدتها في خيط بداية لكن هو متثبت كويس جدا. الغرزة اللي بعدها بدخل وفي الجزء المقابل واشبك وهكذا بالشكل ده كده. بنتبه كويس وانا بشبك علشان اتأكد اني انا واخدة الجزئين مع بعض.
ممكن نلاقي صعوبة شوية في الجزء ده. يمكن علشان هو بس على الطرف. تمام، عملنا غرزة حشو. فاكرين غرزة النص عمود لما عملناها في الحلقة الخلفية؟ الحلقة الأمامية دي أنا هشتغل فوقيها غرز حشو بطول السطر. شايفين أول غرزة كده يعني صعبة شوية، ممكن أشوف لها إبرة رفيعة حبة دي كده. بدخل أعمل هنا غرزة حشو، وفي الزاوية باخد سلسلة كده، وبعدين في أول غرزة هتقابلني هاخد غرزة حشو الجزء ده كده. برجع لإبرتي العادية ده ما عديت الجزء ده. الحلقة الأمامية قدامنا اهي اللي على الأطراف لما اشتغلنا في الحلقة الخلفية غرز نص عمود. كل اللي هنعمله دلوقتي كل حلقة هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو لحد ما اوصل للآخر هنا، وبعدين بشبك الجزء ده، ولو في اي خيوط بناخدها معانا في الاطار الاخير ده، وهكذا بنشبك وبنشتغل غرز حشو في الاجزاء كلها. ولما بنوصل للمكان ده بنتني الجزء ده كده. في معانا خيط تنظيف ناخده معانا تحت الشغل، وبشبك الجزء ده زي ما وضحت لحضراتكم في الجزء الاول الجزء ده. وبعد ما هخلص الاطار بغرزة الحشو كده هنكون خلصنا. بعد ما اخلص خالص انا هرجع برضو اوريكم طيب فيديو الوردة الجميلة دي وفيديو الوردة اللي احنا هنثبتها في الامام ان شاء الله. انا هنزل الفيديوهين مع بعض لان الشرح كان طويل جدا في شرح الغلاف، لان الخطوات كتيرة زي ما حضراتكم شايفين. فهنزل الوردتين ان شاء الله في فيديو منفصل مع بعض.